السلام عليكم. اليوم جيت وجبت جديد جديد جديد. جيت وجبت جديد اللي كيعجب كل شيء. جديد المعسل الحلاوه. كيف ما تشاهدوا معايا هنايا عندي اللوز، ها هو محمر ومطحون، وعندي سكر كلاصي، وعندي ماء الزهر، وعندي القرفه طبعا، وعندي الورقه. ها هي الورقه كيف ما تشاهدوا معايا. ودابا غادي ندوزو المقادير ديال هاد العقده ديال اللوز اللي تجي زوينه، كنحليو بها مع في رمضان، كناخذوها مع قهيوه، كناخذوها مع اتاي ناقص السكر، كناخذوها مع اي حاجه تجي زوينه، تجي حلوه. ولكن اللي بغى يحليها بزاف واللي بغى يخليها بين وبين، انا كنخليها بين وبين، كنخليها مميان ما حلوهاش بزاف. بسم الله. وطبعا غنزيدو ماء الزهر، ودابا غادي نجمعو هاد الخليط ديالنا. ها هو الخليط ديالنا. ها هو الخليط ديالنا كتشاهدوا معايا هنايا. نزيد شويه ديال المزهر، العقده هي اصلا تتبغي المزهر. درت فيها داك شويه ديال القرفه باش نسخنها. وها هي الورقه ديالنا، ها هي. ها هي الورقه ديالنا اللي غنخدموا بها هاد المحينشات الصغيورين اللي غنعمل. نقطعوا الورقه على هاد الشكل. ها هي الورقه. كثرت ولكن نقص. ها هي ها هي كنجمعوا هاد اللوز ديالنا. نحاولوا نزيروها مزيان مزيانه طه ياك. ها هي
هي هذه كيجيو على هذا الشكل المحنشات ديالنا. مازال تنكملوا ونعاودوا نتلاقاو. اللي بغى يسدهم بهذا بصفر البيض يسدهم، واللي بغى يسدهم بالدقيق يسدهم. انا ما بغيت نسدهم دابا بوالو، حيت غادا نديكونجليهم حتى الوقت اللي غادا نبغيهم. ديك الساعه غادا نعاود نقبطهم ونديرهم في سميتو في الفرن. هما هادو المحينشات اللي وجدت معاكم. اما انا دابا ما باغاش نطيبهم دابا، كنزيدهم في الكونجيلاتور حتى كان باغيهم ان شاء الله في رمضان اي توقيت بغيتهم عاد ديك الساعه كنقدر نطيبهم في الفرن. دهنهم بالزبده ونحطيهم في الفرن كيجيو زوينين. من بعد كندير فيهم العسل، ولو بغيت نزيد فيهم واحد المعلقه ديال الماء زهر مع داك العسل. من بعد كنفندهم في داك العسل. ولا بغيتي كاع اللي بغى يشدهم يزوقهم بشي حاجه يزوقهم، اللي بغى يدير فيهم جنجله، اللي بغى يدير فيهم اللوز، كل واحد وشنو باش بغى يزوقهم باش كيحطهم هكذا كيجيو زويونين. وكنقدمهم لكم بالصحه والراحه. وكنقول للمشاهدين حتى نتوما يا حضروا العقده ديال اللوز، راه كتجي زويونه، كتجي بهذه الطريقه، كتجي غزاله، كتجي لذيذه، كيجيك المذاق ديال اللوز ديال القرفه ديال المزهر ديالهم كاملين ديال الحلاوه، كيجيو زويونين. نقدمهم لكم بالصحه والراحه، وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد علينا وعلى جميع الامه الاسلاميه يا رب. شاركني في الحياة وتنزلني بمحبة.